السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد ونهار جديد. هذا الفيديو هذا كيف ما كتشوفوا في العنوان وايضا في الصوره، اليوم اختاريت انني نوجد معكم الحريره التقليديه على حقها وطريقها. غنشارك معكم ايضا 4 الاسرار ديال اللذه ديالها، وانا متاكده اللي اول مره غيجرب الحريره الا استعمل هاد الاسرار هادو اكيد غتحصلوا على واحد الحريره اللي رائعه وتولي ان شاء الله هي المعتمده ديالكم. كنتمنى يا ربي هذا الفيديو انه ينال الاعجاب ديالكم، واللي اول مره كيشوف القناه ما ينساش انه يضغط على زر الاشتراك الموجود اسفل الفيديو باش هكا ان شاء الله ينضم للقناه ديالي، وايضا ما تنساوش انكم تفعلوا الجرس باش هكا توصلوا بكل جديد ديالي. ومرحبا بكم كاملين. غنبداو على بركه الله، واللي غادي نحتاجو في هاد الحريره ديالنا بصله وحده اللي غادي نقسموها هكا على جوج. غادي نحتاج 5 ديال حبات ديال الطماطم، غادي نضيفهم هكاك يعني بلا ما نقطعهم ما حتى شي حاجه، كيبقاو هكاك. غادي نضيفوا ايضا الحمص. بالنسبه هنا الحمص كان عندي انايا في المجمد. غنضيفوا ايضا تقريبا واحد الكاس ديال العدس، وغنضيفوا ايضا 2 معالق كبار ديال الكرافس، و3 ديال المعالق حتى هما كبار ديال القزبر. من بعد غنضيفوا اللحم اللي قطعته هكا طريفات صغار، وغنضيفوا التوابل ديالنا. بالنسبه للتوابل ديالنا غادي نحتاجوا الملح، غادي نحتاجوا ايضا الكركم. كيف ما كتشوفوا درت تقريبا معلقه ونصف صغار ديال الكركم. غادي نحتاجوا البزار، كيف ما كتشوفوا معلقتين تقريبا ديال الابزار، راه ما كتجيش حاره لانني غادي ندير الكوكوط يعني عامره. وغادي نحتاج الزنجبيل اولا سكينجبير. بالنسبه للسكينجبير صراحه راه هو الحريره كيعجبني بزاف الحريره، لهذا غادي نضيفوا 3 المعالق صغار. وغنضيفوا دابا الزعفران. بالنسبه للزعفران الا ما بغاش شي واحد يديرو بامكانكم ما ديروش وتكثروا الكركم. انا صراحه كندير الزعفران في 2 حوايج، في الحريره وفي الكسكس. ودابا غنضيفوا كنور البقري. خديت هكا النص قطعتها على 2، درت النص دابا والنصف غنديرو حتى النهايه. غنضيف تقريبا واحد 4 كاس ديال زيت العاديه، 4 كاس ولا قل تقريبا. وغنضيفوا معلقه صغيره ديال السمن. بالنسبه للسمن صراحه كيجي زوين بزاف في الحريره. ودابا غنضيفوا الماء. بالنسبه للسمن هو اول سر بغيت نشاركه معكم. بالنسبه لهاد الحريره هذه ضروري انكم ديروا السمن، وهو اول سر غنشاركه معكم. صراحه السمن كيعطي الحريره واحد النكهه اللي خاصه بزاف، صراحه غتعجبكم بزاف، وانا متاكده انه غتنال الاعجاب ديالكم. ومازالين اسرار اخرى اللي اكيد غادي تعجبكم. دابا من بعد ما رديتها هكا على النار غنخليها 45 دقيقه. صافي البنات، من بعد ما طابت لينا المرق ديالنا ولا الحريره ديالنا 45 دقيقه، غناخذوا دوك الحبات ديال الطماطم هما والبصله، وغادي نضربوهم بالمولينيكس يعني نضربوهم بالخلاط، ونضيفوهم مره اخرى للحريره ديالنا. هنا غير كنحيد ديك البقايا اللي ديال الطماطم، كنضيعو حتى شي حاجه. غناخدو ملعقتين كبار ديال صلصه ديال الطماطم اولا حكمطيشه، وغنضيفوا ليه تقريبا واحد المغرفه تقريبا ديال المرق،
ولا مغرفه ولا مغرفتين، وغادي نخلطوا الطماطم كيف ما كتشوفوا، الصلصه ديال الطماطم حتى كتطلق مزيان في ديك المرقه، ونعاودوا نضيفوها الحريره ديالنا. شعلت عليها النار مهيله، ودابا كيف ما كتشوفوا يعني حتى طابت لينا كلشي، يعني طابت الحريره ديالنا. غنضيف ليها في النهايه، وهذا هو السر الثاني، يعني حتى طفيت عليها ويعني طابت وشعلت عليها النار مهيله، يعني حتى طابت لينا الحريره. دابا كنضيفوا السر الثاني اللي هو معلقه ونص ديال القزبر، ومعلقه ونص ديال الكرافس. هكا كيعطي واحد اللذه كثر وكثر. يعني القزبر ملي كتجيبيه حتى الاخر عاد كتضيفيه تعطي واحد النسمه ديالو خاص. دابا بقات لينا غير الشعريه، يعني الحريره ديالنا راه طابت، يعني بقات لينا غير الشعريه وندوروا الحريره. يعني عاد ضفت انا القزبر والكرافس. دابا غنضيفوا داك النصف ديال الكنور اللي درت المره الاولى. دابا الشعريه، بالنسبه للشعريه انا كندير الشعريه ديال الصفه، هي اللي كندير، كتجي خفيفه صراحه في الحريره احسن من الشعريه العاديه. صافي كنبداو نخلطوا مره بحال هكا باش ما كتلتصقش لينا ديك الشعريه. صافي البنات، دابا غنغطي عليها غير شويه، يعني ماشي كامله، ونخليوها بلا ما طيب لينا شعريه. بالنسبه باش طيب لينا الشعريه راه غير واحد 5 دقائق 7 دقائق بحال هكاك راه صافي كطيب، يعني ديك الساعه راه كطيب شويه. غنضيفوا دابا الدقيق ديالنا باش ندوروا الحريره، وهي راه كتزيد طيب مع الدقيق. بالنسبه للدقيق اللي غادي ندور به، درت هكا 2 معالق كبار ديال الدقيق، ضفت ليهم مرق ديال الحريره، يعني ماشي غير الماء عادي دافي، المرق ديال الحريره ضربتهم هكا بالمولينكس، يعني حتى دوك الحبيبات كنتخلصوا منهم، حبيبات ديال الدقيق كنتخلصوا منهم، ومن بعد كنضيفوهم الحريره وحنا كنخلطوا. دابا غنضيف ليها تقريبا نصف معلقه صغيره ديال السمن حتى النهايه كيف ما كتشوفوا. والبوطه راه مازال يعني النار مهيله على الكوكوط ديالنا، يعني حتى كطيب لينا داك الدقيق. وبالنسبه للسر الثالث، هو كنديروا نصف حامضه كنعصروها على الحريره ديالنا، وهي مازال يعني على البوطه، يعني مازال على النار. ضفت ليها نصف حامضه، يعني ماشي حتى النهايه ملي نبغيو التقديم. بالنسبه للتقديم كنضيفوا انا الحامض اللي بغى الحامض، بالحق الحامض كنضيفوا ايضا نصف حامضه في الحريره ديالنا قبل ما نطفيو عليها. اما بالنسبه للسر الرابع، هو السر الخطير صراحه اللي كيجي في الحريره، كيعطيها واحد النكهه عرفتي رائعه والله صراحه، غير جربوه. وهو القرفه، وما ادراك ما القرفه، كتعطي صراحه الحريره واحد النكهه
والله زوينه بزاف. الا دقتوها دابا ومن بعد يعني ما كنضيفوا القرفه كتحسوا بالفرق. كيف ما كتشوفوا ضفت ليها تقريبا نصف معلقه صغيره ديال القرفه صافي، وغادي نخلطوها مزيان. وها الحريره ديالنا واجده، غادي نخليها تقريبا واحد 3 دقائق بحال هكاك وصافي، ونطفيو على الكوكوط ديالنا. كل ما خليناها الحريره ديالنا راه كل ما كتزيد تتعقد لينا بداك الدقيق. صافي البنات، ها الحريره ديالنا من بعد ما طابت كيف ما قلت لكم كان وعدكم انها الحريره غتطلع لكم رائعه واكثر من رائعه. اللي اول مره غيجربها غير جربها وما غتندمش عليها ان شاء الله، غتولي هي الحريره المعتمده ديالك. دابا راه وجبه العشاء، يعني ماشي رمضان، نقول احنا عارفين انه ماشي رمضان. قدمتها هكا مع شويه ديال التمر وصافي. هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، يا ربي نكون خفيفه وظريفه على قلوبكم. ومن هنا الفيديو الجاي تنقول لكم تهلاو في راسكم، السلام عليكم.